من التبريرات للعنف ضد العلويين يقول لك انهم لحد الان لم يعتذروا، وهم مطالبين باعتذار من الشعب السوري. يعني ما اعرف شنو هذا. يا حبيبي، انت اليوم هل السنة مطالبين بالاعتذار عن تنظيم القاعدة؟ تنظيم القاعدة أو داعش في سوريا هي خرجت من الطائفة السنية، تمام، ضمت آلاف المقاتلين. الحاضنة الشعبية لداعش، يعني اللي طلع منها المقاتلين هن السنة السوريين في سوريا. فكان عندي 100,000 مقاتل من داعش ضمن طائفة سنية فيها 10 مليون، و100,000 ضمن طوائف ثانية. هل المسلمين السنة السوريين مجبورين اليوم بالاعتذار عن تصرفات داعش؟ لا تمثلهم داعش. وكذلك الشبيحة والمجرمين الأسديين، تمام، يمثلون خلينا نقول 10% من اللي كانوا مقاتلين من الطائفة العلوية. فهذول 10% قسم انقتل، قسم راح، قسم هرب. يعني أقرب الحرامية ورؤوس الأموال هربوا صاروا برا حبيبي. اللي عم تلاحقون اليوم هن ولا شيء، الحرامية الكبار هربوا. فأنا كعلوي ليه ماني مجبور أعتذر عن حدا لا يمثلني؟ أنا في كثير علويين كانوا معارضين ومسجونين بالسجون، ظلوا 10 و20 سنة بالسجون، معتقلين سياسية. هذول عن شو بدي يعتذروا لك؟ ما هذول عانوا من النظام أكثر منك. بالعكس كان النظام يعتبر انه العلوي يدخل انه علوي السجن اذا عارض يعاقب فورا ضعف يعني. ضعف. عبد العزيز الخير تم قتله وتصفيته وهو ذاهب الى روسيا. نعم. فانا اليوم انت اليوم هذا يجب على العلويين ان يعتذروا. انت عم تحاول تلصق تهمه بطائفه كامله وتدفعها ثمن. يعني انت عم تحاول تلصقها لصق. فاذا انت كمسلم سني بتقبل يلصقوا فيك الجرائم تبع داعش والنصرة، نقبل نحن ما نلصق بالعلويين كل شيء صار. نحن نطالب بمحاسبة كل مجرم من جميع الأطراف. كل علوي تورط، كل مسيحي تورط، كل مسلم سني تورط، سواء مع النظام أو مع الطرف الثاني. اللي عمل مجازر الحولة لازم يتحاسب، واللي عمل مجازر عدل العمالية لازم يتحاسب. هيك القانون بيمشي على الكل.